كان يجيني ناس في العيادة يقول إنه المشايخ يقولون صلوا تنبسطون وتنحل مشاكلكم. صلينا ما انحلت مشاكلنا. ايوه، هذا السؤال فلسفي عميق بالنسبه لي، كان ذاك وقت فلسفي عميق جدا. وش القصه يعني وش القصه؟ وين المشكله؟ وين الخلل؟ طبعا اتضح لي عده اشياء، لكن اللي بناقشها الان قضيه مهمه، انه العبادات اصلا حتى تحقق لك الراحه النفسيه، مش شرط انه تنحل المشكله، لكن احنا نتكلم عن الراحه النفسيه، يجب ان تؤدى العباده بطريقه مختلفه. شلون؟ أن عندنا دورة قديمة نقدمها من زمان، اللي هو كيف نستفيد نفسيا من العبادات، وأظنها موجودة في اليوتيوب. يعني كيف نستفيد نفسيا من الصلاة، كيف نستفيد نفسيا من الصيام، كيف نستفيد نفسيا من قراءة القرآن. إنه علاقتنا مع العبادة يجب أن تتغير شوي، يجب أن نؤدي العبادة بطريقة مختلفة. يعني مو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. صح. طيب كيف أرحنا بها يا بلال؟ معنى أنه بيرتاح. لاحظوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه الأمور، أمور إدارة الدولة والجيوش وكذا، فزع إلى الصلاة. فمعناها أنه ممكن الصلاة يكون لها فائدة نفسية، بس بشرط أن تؤدى بطريقة صحيحة. فأنا كنت مشغول مهموم طول السنوات الماضية أنه كيف ممكن، الناس دائما يسألون أشياء يعني واضحة صح، حتى نرجع لها أبحاث ونقدر نطبقها. كيف ممكن تؤدى العبادة بطريقة تكون مفيدة نفسيا للإنسان؟ فوجدت أنه فيه، لما قرأت كتب الفقهاء، اشتغلت فقه كتب الفقهاء كيف يتكلمون عن الصلاة، فوجدت أنه في أشياء كثيرة ممكن نستفاد منها. لاحظت عدة أشياء. الأول، لاحظت موضوع الزمن، إنه اللي يصلي مستعجل بسرعة ما تلحق أصلا الانفعالات والنفس أنها تستفيد من الصلاة، فلا بد في عامل في الزمن. طيب كم الزمن؟ فشفت الصلوات، وجدت قاعدة، مش صرت أقولها يعني للناس في الدورات والطلاب وغيرها، قاعدة 4 و5، إنه التسليمة اللي هي الركعتين 4 دقائق أقل شيء، يعني الركعة دقيقتين. و5 وش 5 اللي هي التسبيحات، 5 تسبيحات. أول ما نبدأ، أو هذا المفتاح، إنه أنت ما تستعجل في أداء الصلاة حتى تستفيد منها. صح. حتى تكون الصلاة راحة وهادية، ما تكون دك 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 دك. وأنا اشتغلت شغل كثير، يعني فيلد ستادي، يعني كنت أروح المساجد مثلا وأشغل الساعة وأشوف أراقب الناس كم يصلون من بعيد، تقل مراقب. اكتشفت إنه الغالبية العظمى يصلي الركعتين في دقيقة ونص سرعة. طيب بعدين يجي يقول لي ما استفدت منها. طيب يعني أكيد ما حتستفيد منها. هذا عامل الأول، إنه الزمن قاعدة 4 و5، 4 دقائق للتسليمتين، يعني التسليمة دقيقتين، يعني الركعة دقيقتين، و5 تسبيحات. هذا رقم 1. رقم 2، في حديث معروف، أعتقد معروف عند الناس كلهم، اللي هو حديث الرجل اللي لم يطمئن في الصلاة. هذا واحد من الصحابة، غير معروف غير مشهور، يعني ما ذكر اسمه حتى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد كالعادة، المسجد هو المدرسة وهو الجامعة وهو دائرة الحكم وهو قصر الحكم فكان جالس مع الصحابة يتناقشون في قضية أو درس ديني أو موعظة أو شيء. فدخل هذا الصحابي وصلى بعيد عنهم عشان يلتحق معهم في المجلس، في الجلسة. فلما صلى خرج، جاء يدخل، قال عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب ما هي من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني يفضح في الناس قدام الناس وكذا، بس اكيد انه في قضية كبيرة مرة. فالمسكين هذا يعني هذه صلاته، هو ما يعرف الا كذا. فخلاص الرسول قال له، راح رجع وصلى ورجع مرة ثانية نفس طريقته اللي هو متعود عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح وصلى 3 مرات. يوم جاء الرابع قال يا رسول الله والله أنا لا أعرف إلا هذا، أنا هذه صلاتي ما أعرف إلا هي، علمني. ما هو الشيء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء واحد. إيش هو؟ الطمأنينة. فجعلنا الركن الثاني الطمأنينة. إيش معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة هي إحنا في مفهومنا الشيء الظاهر، يعني إرخاء المفاصل في كل ركن.
إنه كل ركن من أركان الصلاة له وضع تشريحي معين. تلقى بعض الناس لما يجي يصلي مثلا وواقف شاد كذا يا أخي ليش شاد أنت؟ رابط أحزمة، فيتعلم كيف إنه يخليه على وضع تشريحي مرتاح. لما يجي يركع على الوضع التشريحي المرتاح، لما يجي يسجد على الوضع التشريحي المرتاح. فالآن عندنا الزمن وعندنا طمأنينة المفاصل والحركات والعضلات والحركات. إذا جمع الثنتين هذولي مع الثالث اللي هو استشعار المعاني، استحضار المعاني الإيمانية في الصلاة، الله أكبر الحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع الله لمن حمده يعني إقرار كل مرة نقول إن الذي يحمد الله ويشكر ويثني عليه فإن الله تعالى يعرف ذلك منه، يسمع منه. ولذلك القيام هذا يسمى أحيانا يسمونه قيام الحمد، يعني تحمد الله وتشكره. وحنا قلنا قبل شوي الرضا والحمد والشكر في الصلاة هي